اسمي زيلان جسور، موجودة بين قوات القصدة. من قبل فترة كمان أنطينا بيان كقوات قصدة لما كنا موجودين بمدينة دير الزور كقوات قصدة، وهلا رفيقة عربية موجودة بين هاي القوات، واشتدادات أو الوضع الأخير اللي عم يصير هلا بسوريا، والفكرة الحكومة الانتقالية اللي عم تسويها، والتفرق اللي بدها تسويه بين العرب والأكراد اللي موجودة هلا بسوريا. بدنا نوصل بياننا للحكومة المؤقتة، بيان لأن شنو كرفيقة عربية. أنا عم أحكي هذا الشيء، رفيقة موجودة بقوات القصدة وعم حارب بين قوات القصدة، مو أنا لحالي كعربية عم حارب هين. لسه من الرفاق العرب الكتار اللي نحن موجودين بقصدة وعم نحارب. قضيتنا مو قضية مكان ولا بس منطقة نمسكها، قضيتنا قضية حرية، قضية سورية، سوريا حرة، سوريا واحد، الكردي والعربي والسرياني كلياتنا نعيش مع بعض حرين، كلياتنا موجودين بمنطقة حرة بنعيش مع بعض. لا العربي بيقول بس أنا عربي، ولا الكردي بيقول أنا كردي، ولا السرياني بيقول أنا سرياني، ولا التركي بيقول أنا تركي. يعني هدفنا هو هدف سوريا حرة، سوريا كل الشعوب مع بعض تقدر بتعيش، كلياتنا بإيدين وحدة نتكاتف مع بعض. الفتنة اللي هلأ الحكومة الانتقالية اللي عم تسويها بين العرب والأكراد، نحن نوقف قدام هاي الفتنة، بنوقف قدامها وبنذكر هذا الشيء للحكومة المؤقتة، انه قديش ما بدكم تسوون، قديش ما بدكم تخربون بيننا وبين الأكراد. نحن لسه مكاننا، ولسه مكاننا عم نحارب على قضية وجدانية، قضية اليوم وجدان بدها، ونحارب عن هذا الشيء. وكنساء نحن عربيات عم موجودين بهذا المكان. قبل فترة رفيقتي لأن فاتوا بإيدين الحكومة الانتقالية، هذول الرفيقتين كانوا رفيقات عربية، وكانوا بالعرب اللي هن يمسكوهم، وكانوا عم يشددون عليهم الذهنية الوسخة أو ذهنية داعش اللي بيفرضونها على النساء، إذا كانت عربية ولا كانت كردية. ذهنية الرجولية اللي صار لها بأيام ولسه عم تفرض رايها، ولسه عم موجودة بذهنيتهم. هاي الحكومة الانتقالية اللي عم تسويها مو كرديات، نحن عربيات، ورح ندافع عن وطننا وندافع عن مكاننا وندافع على كنساء، رح ندافع عن هذا الشيء. وهلا كل الدنيا عم تشوفنا، كل الدنيا عم تدافع عنا، كل الدنيا عم ترفع اصابعها لانه وبتنادي بالنصر لانه، بتنادي للنصر لانه. وهاي شغله مهمه لانه إذا أب عمره 70 سنة ولا أم عمرها 70 سنة ولا طفل صغير عم يرفع إصبعه مشاننا مشان النصر، هاي لأن كقوات سوريا الديمقراطية كافي لأن نحن بنحكيها لهي الحكومة الانتقالية، كافي لأن اليوم نحن بنوقف على رجلينا وبنحارب لحتى آخر دقيقة وآخر نقطة دم بجسدنا. وأنا كعربية وعم أحكي هذا الشيء وعم وصل بياني للحكومة الانتقالية. بحكي للشبيبة العربية بالذات، للشبيبة العربية كنساء وشباب عربية، وكشباب أكراد نساء وشباب، لا تردون على هاي الفتنات اللي عم بدهم يسوونها الحكومة، أو مو بس الحكومة الانتقالية، الدولة التركية والدول الثانية اللي عم تشد على هذا الشيء. الشبيبة لازم بتكون صاحية لهذا الشيء وبتفهم هذا الشيء، وتوقف بظهر قواتها القصدة للأخير. يعني لازم نحن الشباب اللي موجودين، الشبيبة اليوم اللي نحن موجودين، لازم نفهم هذا الشيء ونرد عليها برد قوي. ورد قوي شنو؟ بسلاحنا، بالجعبة اليوم اللي احنا شايلينها، وبفكر اللي نحن عم نمشي به، رح نرد عليهم بهذا الشيء. وبس خلي الشبيبة بتثق بينا نحن كقصد حتى الأخير، نحن رح نضل بظهورهم ورح ندافع عن هذا الشيء.